السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة. اليوم غادي ندويو على المقابلة ديال المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. وقبل ما نبدا نخليكم مع الانترو. تحية لوليد الركراكي المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي على الروح الوطنية اللي عطى اللعبة اللي كانت ناقصانا من هذا زمان. هادشي علاش وليد الركراكي زرع في اللاعبين واحد البصمه اللي خلاهم كيلعبوا بالروح وبالدم. واخا تعادلنا راه ماشي سهله انك تتعادل مع المنتخب الكرواتي اللي لعب نهايه كاس العالم 2018 ولعب في دوري، واللعابه ديالو كيلعبوا في دوريات كبيره على راسهم اللاعب مودريتش. يعني ما سهلاش انك تلعب مع كرواتيا وتعادل. وليد الركراكي عطى اللعابه واحد القوه اللي ما كانش عندهم من قبل. هادشي علاش كنقولوا باللي المدرب الوطني هو اللي غيحس بابناء الوطن، هو اللي غيعطيهم الروح الوطنيه اللي كانت ناقصهم من هذا زمان. هادشي علاش وليد الركراكي كنا بغيناه من شحال هادي، وبغينا اي واحد يعني من الوطن اللي يقدر يعطي الوطن شي حاجه مزيانه، عكس ما شاهدنا شحال هادي كانوا مدربين اجانب. كتحس اللاعب المقاتلين هو كتلقى داير بحال هكا كيشوف ولا كيمدغ مسكا ما مسوقش، لكن وليد الركراكي كان واقف حتى هو بحال اللي كان لاعب معاهم في التيران، وكان واحد الاحساس كنا كنشوفوه في عينيه ما ساهل. نرجعوا نهضروا على اللعابه. في حراسه المرمى كان بونو سبع من شحال هادي ماشي عاد. الفرقه اللي كيلعب فيها تتاكد لينا وديما كياكد لينا باللي هو لاعب كبير بزاف. سايس ما نقدرش نهضر على سايس بزاف، لان سايس الباركور ديالو كيشهد ليه بالكفاءه ديالو باللعب والتقاتيل ديالو اللي كيعطيه المنتخب الوطني المغربي. اكرد هو اللاعب المجتهد كنسميه انايا، بحكم انه بدا من البطوله المغربيه وبقى غادي في تصاعد. دابا كنشوفوه في فرقه كبيره في انجلترا، وكذلك بعيدا على كره القدم فهو انسان مهذب ومجتهد. كما قالوا لنا بزاف ديال الاصدقاء ديالو اللي كنعرفوهم، قالوا باللي هو ديما كيحب انه يتعلم من غير كره القدم، اي حاجه كتجي للراس مرحبا بها. تحيه لنايف اكرد، وخليك بحال هكا بالروح وبالدم وبالقوه الوطنيه، وغادي نمشيو بعيد ان شاء الله. ما غاديش نرجعوا، ما تخافوش. اشرف حكيمي المغاربه كاملين الشهاده ديالهم لهذاك السيد هو انه لاعب قوي، لاعب كبير، عنده واحد لاج ديال 23 او 22 ومدوز داكشي اللي ما ندوزوش الناس ديال 30 عام 34 عام. عنده باركور تبارك الله حافل، لعب مع نجوم ديال العالم ديال كره القدم، لعب مع كريستيانو، لعب مع ميسي، لعب مع ميسي، لعب مع نيمار ومع راموس، بزاف ديال اللعابه كبار لعب معهم، لعب مع هالاند. فتحيه لهذا اللاعب هذا، وخليك ديما بحال هكا اخويا اشرف حكيمي. مزراوي اللي كان هذاك خالد زوج حرمنا منه حكا حيت ما بغاش يشرب. شوفوا اللعب اللي كان كيقدم في بدايه الشوط الاول وحتى في المقابلات اللي جا الوديان. السيد كاين وخصو يكون في المنتخب، بغينا ولا كرهنا، تقاتل وضرب تماره ولعب مزيان حتى داك الاصابه، ومع ذلك ما بغاش يخرج بقى كيلعب، ولكن ما قدرش يكمل بسبب الاصابه ودخل عطيه الله ديال الوداد. وعطيه الله حتى هو ما خلاناش نحسوا بان داك القنت ما زعما مني مشى مزراوي صافي ما كاين والو، لا، لعب عطيه الله وتقاتل وحتى هو عطى واحد الروح هذاك القنت، وتبارك الله على عطيه الله. مرابط كنا خايفين منه في المقابلات اللي فاتوا بحكم انه كيرجع كره اللور وبثقيل وكذا، لكن اليوم دار الميليو كامل ديال كرواتيا في جيبو. مرابط خليك بحال هكا شويه ديال التركيز، حاول ما تبقاش ترجع كره اللور ديما لقدام اخويا مرابط، وغتكون من بين احسن اللاعبين في هذا الكوب هذا ان شاء الله تعالى. املاح رغم الاصابه اللي كان تعرض لها في التدريب وثلاث شهور مع مده هو ما كيلعبش مع الفريق ديالو بحكم مشاكل مع الفريق، الا انه ثبت انه خصو يكون في المنتخب كيتقاتل وكيلعب مع بعض الاخطاء ان شاء الله غيتجاوزهم في المقابلات الجايه. هاد املاح هذا مع خليلوزيتش كان احتياطي ما كانش كيلعبوا، كان الاخوان كيلعب برقوق، يلا كان كيلعب برقوق اللي في 2018 جا عنده اللاعب مختاري السابق قال له خصك تمثل المغرب، قال له لا انا بغيت نهز الكاس مع المانيا. ومنين ما عيطاتش لي المانيا بحكم انه كيلعب الدوري الالماني، منين ما عيطاتش لي المانيا عاد جا للمغرب. تحيه الاملاح، الروح والدم
ملاح اللاعب المغربي القوي. أناحي كنحس بيه واحد الوليد باقي صغير غيقول الكلمه ديالو في المستقبل. أناحي منين جا المنتخب والمستوى ديالو ديما ستابل، ديما تبارك الله كيلعب اللعابه، كيسجل، كيعطي اهداف تبارك الله عليه. اليوم كان شويه ماشي في المستوى اللي كنا كنطمحوا ليه حنايا، بحكم انه كاس العالم وكرواتيا ماشي شي فرقه عاديه، فقدم داكشي اللي قدر يديرو، ونتمناو في المقابلات الجايه يكون تبارك الله في المستوى اللي كنطمحوا ليه حنا، ويعطي مزيان مع المنتخب المغربي الوطني. زياش وما ادراك ما زياش المغاربه كلهم معظمهم ما عندهمش مع زياش، بحكم انه كي ثقيل وكذا وما كيلعبش مع تشيلسي مع الفرقه ديالو، ولكن اليوم بين بانه لاعب كويري، لعب ماشي قال لعبوا 100%، زياش لعب 200% ولا ما نعرفش تبارك الله. كيدافع، كيهاجم، كيباسي، كيقطع كواري، كيجري. زياش تبارك الله عليك اخويا زياش، والله يحفظك والله يخليك ديما بحال هكا، ونتمناو انك الماتش الجاي تضرب شي كوفره ولا تضرب شي لعيبه ولا شي لعيبه بحال هكا. تحيه ليك. بوفال نيمار العرب. اليوم بوفال اخويا كنتي شويه هكا بحكم انها كرواتيا فرقه كبيره، نتمناو المره الجايه انك تلعب مزيان وتعطي حلول، لان في رجليك تنقص شويه. اليوم شاهدنا انك ما حاولتيش تراوغ بزاف، ما حاولتيش تزوق، ولكن كنتي شويه خفيف في المقابله، ما بنتيش بزاف. نتمناو انك المره الجايه تبين وتعطي كواري مزيان وتسجل لي مالا، لانك بصح عندك وخصك تكون فرقه كبيره. نرجعوا للنصيري، وديما غنهضروا على النصيري خصك اخويا تزيد تقاتل. راه حنا ما بغيناكش تدافع عن النصيري، ما بغيناكش ترجع تعاون خوتك، بغيناك تسجل. الدراري في المليو كانوا قايمين باللازم، اي عاونتي تبارك الله عليك، ولكن بغينا البيوت. انت راك هداف ماشي مدافع ماشي مليو، ولكن تحيه لك كنشجعوك لانك قدمتي مقابله جيده تبارك الله عليك. وناحي فاش خرجت دخل الصابري كنتمنى انه في المره الجايه يعطيوه مقابله، يعطيه على الاقل شوط او لا 30 دقيقه. داك الوقيته يلعب، ما قدرش انه يبين داكشي اللي عنده، مع انه عنده ما يقول داك السيد، ونتمناو المره الجايه نشوفوه يعني في وقت اكثر من هكا. الزلزولي الطفل المدلل ديال المنتخب الوطني المغربي. لعبتي، عطاك والد ركراكي فرصه، كاين عندك امكانيات، عندك بزاف ديال اللعيبات، ولكن كنظن انك كنتي خايف اولا كنتي مدهشر، ما لعبتيش داكشي اللي خصك تلعبو 100%. فالمره الجايه ان شاء الله الى عطاك الركراكي فرصه، حاول تقنع المغاربه وتقول لهم باللي انت راك كاين، وانت راه برشلونه ضاعت فيك، خصك توري لهذا الشيء للعالم، لانك بصح برشلونه ضاعت فيك، ومازال غنشوفوك ان شاء الله في منتخب في فروق كبيره ان شاء الله. حمد الله وما ادراك ما حمد الله. المغاربه كاملين كانوا كيسينوا حمد الله انه يدخل غيسجل. راه صعيب الاخوان باش تلعب مع كرواتيا وتسجل، صعيب بزاف. راه حمد الله المستوى ديالو تبارك الله عنده ما يقول. حتى هو غنقول نفس القضيه اللي قلت على الصابري، الوقت اللي عطاه وليد الركراكي كان شويه قليل، وكذلك ان في ذاك الوقت اللي يدخل اللعابه ديال كرواتيا رجعوا كاغلبيه اللور، وكان اللعب تزير شويه وتخنق، فلهذا ما وصلت حتى شي كره. نتمناو المره الجايه حتى هو يحاول يدخل شويه بكري، على الاقل يعطيه الشوط ونشوفوا شنو غيدير. فتحيه لجميع اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي على الروح اللي قدموها، وعلى العطاء اللي عطاو، وعلى الفرحه اللي فرحوا هذاك الجماهير. وهنا غنرجع وغنصفق على الجمهور المغربي على الحضور ديالو في الملعب او لا القطار، وكانوا كيشجعوا من بدايه المقابله حتى الاخر. تحيه لكم وتحيه لجميع الجماهير المغربيه والشعب المغربي عامه، ونتمنوا اننا نفرحوا هذا العام مع المنتخب الوطني المغربي. واهم حاجه اللي عجبتني في هذا الشيء كامل هو ان الجمهور المغربي من سلا نظف التيران، وهذه القضيه هذه تحسب للمغاربه وتحسب لينا حنايا، لان باش هنا نعرفوا الاخلاق ديال المغاربه. وتحيه للجمهور والشعب المغربي، وتحيه للمنتخب الوطني. نتمنى انا في المقابلات الجايه والد الركراكي يزيد يضغط شويه، ما يلعبش خايف. اليوم كان محتاط وكذا، علاش؟ لانها كرواتيا كما كنقول، وما ادرى كما كرواتيا. واخا مودريتش ما بانش بزاف بحكم انه كان مزيرو مرابط، وكنتمناو المقابلات الجايه يعطيهم احسن. وتحياتي لكم وتهلاو.